سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ فوزية. جبت لكم وصفة اليوم بنيون القطايف. جاتني الوصفة بزاف بزاف بنينة وميم طون مديرليش الوقت، والمقادير تاعها ماشي بزاف، يعني ساهلين وسهلة التحضير وميم طون ما غاديش يطيب لكم. عندي التمر، انا جبت 10 حبات تاع تمر، غسلتهم ونقيتهم. من بعد زدت معاهم نصف كأس تاع حليب يكون ساخن وتخلوهم حوالي 10 دقائق، يعني حتى يطرى لكم الحليب في عفوا التمر في الحليب. من بعد جبت كأس تاع قطايف محمصين اللي تشروهم من برا، أوكي. ومن بعد زدت معاهم كذلك كاوكاو محمص، كأس كاوكاو محمص. أنا خدمت باللي كشورو، تخدموا بتاع بلا كشور ولا بلي كشور كيما تبغوا نتوما، تبقى اختياركم، تقدروا تخدموا بالكاوكاو أبيض. من بعد اللي خلطناهم زدت معاهم الملح وزدت معاهم فانيليا بودر ملعقة كبيرة ونخلطهم كذلك. من بعد نجيبوا التمر تاعنا مع الحليب نطحناهم في الخلاط الكهربائي حتى نتحصلوا على شكل كريمة، ونزيدوهم القطايف تاعنا. من بعد اللي زدت معاهم التمر اللي خلطناه، زدت معاهم كذلك ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني ونخلط القطايف تاعنا. من بعد زدت معاهم ملعقة صغيرة عسل طبيعي. تبقى اختياركم واش تزيدوا له، اسكو تزيدوا له دبس تمر ولا عسل طبيعي، اي اضافات عندكم تقدروا تزيدوها. من بعد نخلطوه باليد كيما راكم تشوفوا، على ندخلوا كامل المكونات مع بعض، ومن بعد نشكلوه على شكل كرات، يعني حتى تمتزج لنا كامل المكونات كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نديروه في لي كيسات. زدت معاهم انا مع التالي زدت معاهم لوز. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، متنسوش دعموا الجيم كومونتير بارطاج. نقول لكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة عيدكم، خليكم نقول لكم باي باي.